السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بالشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حبايبي شكرا على تعليقات الحلوة، شكرا لحبايبي اللي نوروني، شكرا لحبايبي اللي معايا، وشكرا لحبايبي اللي هيجوا ينوروني. كل سنة وانتم طيبين وبخير. النهاردة 12 رمضان، رمضان اهو انتصف وخلاص فاضل ايام قليلة هنلاقي نفسنا بنقول كل سنة وانتم طيبين على العيد الفطر المبارك. عاد علينا الايام بالخير واليمن والبركات. حبايبي النهاردة حابة اكلمكم من ضمن كواليس الفن الجميل. الفنانة الكبيرة شادية بيقولوا ان هي كانت بتحب، واخدة من بيت أهلها سبحة وسجادة معينة. كانت لازم حريصة انها تجيبهم معاها اثناء ما هي كانت بتختلس وقتها وتصلي، وبتحبش توري حد انها بتصلي. كانت علاقة روحانية بينها وبين ربنا، خدتها معاها بيت الزوجية، كانت بتاخدها معاها في عملها. كانت بتحب جدا السبحة والسجادة دي. الفنانة الكبيرة شادية من الحاجات الحلوة اللي هي عملتها ان هي بيقولوا ان في مسرحية ترايا وسكينة من المفترض ان كل واحد ليه ظرف بيروح له، وكانوا بيقبضوا كل 15 يوم في المسرحية، فكل واحد كان ليه ظرف. الا الفنانة الكبيرة شادية كان ليها 41 ظرف. 41 ظرف، ظرف قابضة فيه و40 ظرف فاضيين. ال40 ظرف الفاضيين دول كانت بتحط وتقسم أجرها، يعني أغلبية أجرها، وكانت بتاخد الأجر طبعا اللي يختص بيها، والباقي كانت بتقسمه عشان تقسمه على العمال والناس اللي هم بيقوموا بخدمة المسرح. كانت الناس البسيطة الجميلة اللي هي بتقوم بالديكور المسرح، والناس والعمال وقصة المسرح اللي هم وراء الكواليس، كانت تروح لغاية عندهم وما تحسسش حد انها بتدي الظرف ده. من الموقف الحلو قوي للفنانة الكبيرة شادية، الفنانة الكبيرة سميحة توفيق لو تعرفوها، اللي هي بيقولوا عليها العبيطة الهبلة أم بدوي. كانت شهيرة في المسرحية بالمقولة ديت. انها لو ما عرفت ان هي مريضة كبد، قعدت تعالجها 30 سنة من ساعة ما نعيد لغاية ما ماتت 2010. سميحة توفيق، الفنانة سميحة توفيق عالجتها 30 سنة. فنانة شادية ما كانتش بس ده بتعمله، بس لأ، دي كانت ياما كانت بتساعد طلاب، وياما كانت بتساعد بنات انها تتجوز، ويتيمات، واللي هي ايه اللي هم اللي مش قادرين على ان هم يجهزوا ولادهم. فنانة الكبيرة شادية من المواقف الحلوة اللي عملتها اتبرعت بشقتها 7 أوض لمعرفة مؤسسة مصطفى محمود اللي موجودة للآن، وبتعالج ناس ولا قلب وبتعالج السرطان. فأول ما عرفت إن الدكتور مصطفى محمود بينشأ لمركز عشان اكتشاف مرض السرطان، قامت اتبرعت بالشقة ديت وشاركت بمبلغ من مال. الشقة دي كانت في ذلك الوقت تقدر ب150,000 جنيه، دلوقتي حاليا تقدر ب10 مليون جنيه. شوف الناس الجميلة، شوف الناس اللي بتعامل ربنا من غير حساب، بتعامل ربنا في الخفا. قد ايه الفنانة الكبيرة شادية كانت جميلة. تعالوا احكي لكم من المواقف اللي حصلت للفنان الكبير فريد شوقي. من المفترض زي ما قلت لكم ان هم مرتبطين بعقود وبحاجات، كان بتضطرهم الظروف ان موقف اكل او اي حاجة يحصل في نهار رمضان. فالأسطى حسن كان بطولة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، وهو الفنان الكبير فريد شوقي، ومعاهم الفنانة زوزو ماضي. فأنا المفترض ان هو حداد، فرايح عشان يعمل باب، فعرضت عليه اكل الفنانة زوزو ماضي. فهو طبعا كان فقير، يعني كانت حياته بسيطة، فلما لقى الاكل مفترض ان هو ياكل بشراهة، فهو رفض عشان هو كان في نهار رمضان وصل. المخرج طلب منه ان هو يفطر، وبالفعل فطر في ذلك المشهد. دي من مواقف وطرائف، مواقف وكواليس الفن الجميل في ايام رمضان.
حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوعوا تنسوا اعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، حبايبي.